السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل الغدا سوا. حلقة كاملة عن السمك المقلي، كيفية تتبيله، تنضفيه ازاي، تتبليه ازاي، وتقليه ازاي ويطلع معاكي كريسبي ومقرمش وما يبقاش فيه تكتلات عجين ولا اي حاجة. هنعمل رز السمك اللي هو بالبصل، وهنعمل السلطة، وخطوة خطوة كده مع بعض والمبتدئين. بس لو انتوا اول مرة تشوفوني، انا اسمي مها. ما تنسوش الاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من تكات ماما مها. الاول هنصلي على النبي وهنبتدي. معايا 3 سمكات انا غسلتهم وتبلتهم. لسه ما تبلتهمش، انا اسفه. غسلتهم غسله كويسه كده. بتقطعيهم حسب ما انت عايزه، هتقطعيهم جزل مفيش مشكله. عايزه تقسمي السمكه على حتتين زي ما انا عامله كده برضو اللي يريحك. بتغسليها غسله كويسه. لو عندك فرشه سنان قديمه، عندك ليفه بس خاصه طبعا بالاكل، وتدعكيها بحيث ان السلسله تبقى نظيفه وما فيهاش اي دم ولا فيها اي حاجه ولا اي خيوط. تبقى اللحمه حته بيضه كده زي ما انتم شايفينها سليمه، والجزله نظيفه ومفيهوش اي ريحه زفاره ولا اي حاجه. بتعصري عليه ليمونه وانتي بتغسليه. او لو حابه ان انتي مثلا هيكون عندك متخزن في الفريزر وحابه ان انتي تطلعيه، هتعملي شرايح ليمون زي ديت وتحطيه عليه وتسيبه يفك. ولما يفك تبتدي تدعكي السمكية بقشرة الليمون كده، وتبتدي تنضفيه بشوية خل، حاجة بسيطة عشان اللحمة ما يتهريش. الاول هنركن السمك على جنب، وهنجيب كبة ونبتدي التتبيله. معايا قرنين من الفلفل الرومي، وقرن فلفل حامي، ده حسب اللي انت عايزاه. حابه ان انت تحطيه، هو مش هيبقى حامي قوي. بصلايه، ومعايا ليمونه متقطعه شرايح، راس توم متوسطه، معايا بهارات السمك اللي هي بتتباع عند العطار العاديه خالص، هتضيفي منها 100 معلقه كبيره كده. وكمون طبعا ده اساسي في السمك، تتبيله السمك اساسي فيها الكمون، والملح. وتخلي الملح طالع يعني حاجه بسيطه كده سيكه زي ما بيقولوا، بحيث ان هو لو انتي مستعجله على تتبيله السمك بسرعه، في ان انتي تقلي بسرعه وبادئه متاخر، بتزودي الملح بحيث ان هو يقدر ياخد ملحه اسرع. هروح اضرب المكونات وارجع لكم عشان الازعاج. ورجعت لكم تاني بعد ما خلصت التتبيله وضربتها بالشكل دوت. هنبتدي نمسك السمك، ولو انتوا رجعتوا في الصفحة بتاعتي هتلاقوني عامله لكم تتبيلة الفلفل الحامي بالثوم بالليمون بالخل. ودي قايله لتخليل البتنجان تنفع، ولتخليل او لتتبيل السمك، سمك مقلي، سمك مشوي، بتنجان مقلي، بتنجان اللي هو المسلوق، زي ما انت حابه. تتعمل في برطمان وتتحط في التلاجة من غير من غير زيت ولا اي حاجه، تفضل معاكي فتره طويله تستخدميها لأي نوع من أنواع التتبيل. زي ما انتم شايفين كده. خلاص كده تبلناه، هنركنه على جنب وهنحضر الخطوة التانية اللي هي التتبيلة بتاعته اللي احنا هنبدر بيها السمك وهنخليه كريسبي. انتظروني. ورجعت لكم تاني. جبنا شوية دقيق، حبه كده على قد الكميه اللي انت هتستخدميها. حاولي ان انت تعملي يعني يكون اقل افضل اكتر ما يكون زياده، بحيث ان انت ما تهدريش في الدقيق اللي هتستخدميه ويتبقى. ولو اتبقى منك ممكن تحطيه في شويه في حبه في كيس تلاجة وتربطيه وتحطيه في التلاجة عشان لا يسوس ولا يحصل فيه اي حاجه، وتستخدميه فيما بعد. قدرتي تظبطي الدنيا قدرتي، ما قدرتيش خلاص. ومعايا كيس نشا هنضيفه على الدقيق،
وشوية بهارات سمك، وتقلبيهم. في خطوة تانية انا مهمة مش نسيتها بس راحت عن بالي. هنجيب بولة او طبق فيه مية، هناخد شريحة من السمك وهنحطها في الدقيق، وبعدين هناخدها نسقطها في بولة المية او في طبق المية، وبعدين نرجع نبدرها تاني بالدقيق وننفضها كويس. هعمل معاكم الخطوة دي في ثانية واحدة. بعد ما جبنا البولة بتاعة المية اهي، هنمسك الشريحة بتاعة السمك هنحطها في التتبيلة. تمام كده. وبعد كده هننزلها في المية اهي، وهنرجعها تاني للدقيق بحيث ان انت تعملي الطبقه اللي انا بقولك عليها اللي هي هتبقى كريسبي. وما تخافيش مش هتعمل طبقه عجين او تكتلات عجين خالص. انت اول ما هتخلصي الطبقه دي هتبتدي تنفضي كده كده، نزلي كل الزيادات، تكوني محضره طبق وتحطي عليه بالشكل ده. هنعمل واحده كمان معاكم. نسقطها في الميه، ما تخافيش التتبيله مش هتقع ولا حاجه، هي ماسكه فيه اوريدي. لو حسيتي ان قطعه السمك كبيره ممكن تقصيها زي ما انا هعمل كده. وهكذا هتكملي بقيه الكميه على كده. ويكون اثناء ما انت ما بتبدلي السمك تكوني مولعه على طاسه الزيت ومغطيه عليها درجه حراره معتدله، مش عاليه قوي برضه عشان الزيت ما يتحرقش. بعد ما تخلصي الكميه هتاخديها هتقليها. هكمل بقيه الكميه وارجع لكم وانا بقلي السمك اوريكم هيطلع شكله عامل ازاي معانا وطريقه قليه ازاي. انتظروني. بصوا زي ما انتم شايفين كده اهو سمك، وهوريكم برضه الكميه اللي انا طلعتها قبل ما اطلع معاكم. انتوا شايفينه قد ايه كريسبي. تمام. انا معرفتش ابتدي معاكم من الاول خالص لان النور كان قاطع للاسف، بس حابه ان انا اوريكم شكله وهو بيتقلي، وهوريكم برضو الجزئيه اللي طلعت. ثانيه واحده، دي الجزئيه اللي طلعت هم مش شايفينها كده، هي ناشفه مش شاربه زيت ولا اي حاجه، ومفيش من تحت منها ولا ورق مناديل ولا اي حاجه لانها مش شاربه زيت اوريدي. اخلص بقيه الكميه وارجع لكم. ورجعت لكم تاني عشان نبتدي نعمل الرز بتاع السمك. شوية زيت في الحلة وشوية بصل، انا بحب ان انا اخرط البصل على ايدي. شوية ملح، وهتحطي شوية كمون، وتبتدي تقلبي المكونات كلها لحد ما مش تتحمر. انا عايزة اللون اللي هو الغامق كمان عن اللون التحمير العادي، توصل لدرجة التحمير اللي انا عايزاها وارجع لكم. بصي بقى درجة البصل كده برضو انا بحب ان انا اغمقها عن كده كمان، بطلعه زي بتاع المحلات اللون اللي هو البني المكرمل قوي. كل ما يغمق كل ما يديكي لون الرز الحلو اللي انا بحبه. حابه ان انتي كده كفايه تكتفي باللون ده مفيش مشكله، تفضلي تقلبي فيه لحد ما يجيلك اللون اللي انتي حباه. زي ما انتم شايفين كده هي ممكن تكون درجه اللون حلوه كده معقوله. هننزل بيها بالرز بالميه بتاعته، تديله تقليبه. اول ما يبتدي يغلي
هنغطي عليه. اول ما يبتدي يغلي خلاص كده تمام. هن ايه نوطي عليه لحد ما يبتدي يستوي وهوريه لكم. رجعت لكم تاني بعد ما خلصنا الاكله. دلوقتي انا ما حبيتش ان انا اطول عليكم الحلقه واوريكم طريقه تقطيع وكده، التقطيع العادي الروتيني خالص بتاع السلطه بتاعتنا الخضراء. بس تكات ماما بقى هتزود حاجتين بساط كده هيودوا السلطه بتاعتنا في حته تانية، وهم فصين 3 بالكتير قوي من التوم، ومش هيبانوا اللي ما بيحبوش التوم او بيتعبهم في القولون، بس صدقيني عن تجربه هيودوها في حته تانية. يعني انا صحابي واصدقائي وعيلتي وكل حاجه واولادي ما بيحبوش ياكلوا السلطه غير من ايدي صراحه. هتوديها في حته تانية خالص. ومعانا البصلايه هنخرطها، خرطيها صغير على قد ما تقدري. لو كبيره ما تحطهاش كلها، بس هي بتدي طعم للسلطه. طبعا مش هنحط زيت، ودي الخطوه الاهم في عمايل السلطه، ان في ناس كتير قوي بتحط زيت عادي او زيت عباد الشمس او زيت زيتون، ولا اي نوع من انواع الزيوت خالص في السلطه. هي سلطه خفيفه جدا جدا، وفصين الثوم صدقوني مش هيتعب. انا قولون عندي بيتعبني وشايله المره، فالحاجات دي بالنسبه لي طبعا ضرر كبير، بس صدقوني مش هتحسي بيها خالص خالص خالص. بعد ما خرطنا البصلايه هنجيب الليمونه، تمام كده. الملح بتاعنا، كمون، وخطوه بقى انا بحب احطها برضو كزبره الناعمه. نص فنجان مثلا من الخل، مش هيخليها حاميه ولا حاجه. والخطوه بقى اللي انا بحب اعتمدها الميه الساقعه المتلجه. صدقيني ميه السلطه دي هيعشقوها عشق عشق فعلا لمحبي السلطه الخضراء. يعني هيقولوا لي هيطلبوها كل شويه، هيطلبوها في كل اكله وما بين الوجبات. صدقيني هتبقى ملهاش حل. جربوها وقولوا لي رايكم في التعليقات. ده شكل الرز بعد ما استوى، وده طبق السمك. يا رب يكون واضح لحضراتكم في الكاميرا. والسلطه يا رب يكون بألف هنا وشفا على اللي هياكله. واكون مطولتش عليكم الحلقه النهارده، وعملت اكله سهله سريعه وما خدتش وقت ولا مجهود، وطلعت جميله وبدقه ويا رب اكون فدتكم. واي حاجه تحبوا ان انا احب اعملها لكم في الوصفات اللي جايه، يا ريت تكتبوها لي في التعليقات. وما تنسوش الاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من تكات ماما مها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.